يرضيكم تأكلوا هذا الأكل في رمضان، تصوموا وتفطروا على هذا الأكل في رمضان. فأنا أناشد كل فاعل بالخير وكل إنسان له رحمة في قلبه، نحن أرامل وهؤلاء أطفالنا والحمد لله رب العالمين. 10 أطفال. ما هذا القهر؟ ما هذا الألم؟ أرامل وأيتام يعيشون في الجبال ويأكلون أوراق الشجر. رسالة لكل فاعلين الخير في أمريكا، في الإمارات، في السعودية، في قطر، في كل دول العالم. أيضا رسالة لكل إخواتنا العرب، كل من سيشاهد هذا الفيديو. هنا اليمن، هنا الحرب، الأطفال يأكلون أوراق الشجر، لا يعرفون الرز ولا الخبز ولا يعرفون طعم الفاكهة. يا فاعلا الخير، هذه وجبة أولاد شجر. هذا الأكل الذي يأكلوه البلاد هذه، لأن شدة الفقر اللي في البلاد هذه غير طبيعي بسبب الحروب. عدمت الرواتب، عدم كل شيء. يعني هذا أكل أطفالنا حرام ليل ونهار على هذا. أقول أنا أناشد فاعلين الخير بأنهم يتشفقوا لهذا الأطفال وأصحاب الذنوب الرحيمة قبل كل شيء. إلى كل مسلم، إلى كل إنسان يعرف الإنسانية وليرضاها الأبناء، إلى كل إنسان ممكن يقع في نفس الموقف هذا. ممكن كل إنسان يقع في نفس الموقف هذا، فيحط نفسه الموقف الأطفال واللي فيه الخير بيفعله ربي. فما فيش معنا إلا الشجرة هذه اللي اسمها الحرص يأكلوها الناس. فأنا فاعلين الخير فوق كل شيء، إن الله يوفقهم يساعدوا معنا في هذا الموقف، لأن إحنا في منطقة جبلية لا توصل لها سيارات ولا توصل لها أقول لك معاونات ولا مساعدة ولا شيء، ولا إنسان بيذكرنا. أوصف الجهال هؤلاء أكلهم هذه الشجرة اللي هي حامضة بالأصل. والله العظيم إنه حرام إنهم يأكلوا هذا الأكل، بس هذا مكتوب لهم. ولا لو تشوف طعمها حامض فوق ما تتصور أنت، لكن من الجوع، من شدة الجوع بيأكلوا هذا اللي قدامه. احنا بناكل هذا الاكل لان احنا ما نعرفش طبعا الرز هذا او السكر او الطحين هذا من فاعلين الخير او الجيران. لو تصدقوا لو جاء واحد معاه شويه قام يقسم لكل الناس للجيران كامل، لانك في منطقه جبليه، ما بتوصلش لعندنا اي شيء، وما بنقدرش نخرج حتى نسال اي انسان قريب مننا لان المناطق بعيده جدا عن الناس. فلو في جار عنده شويه طحين وزعها لكم. يعني أصبح الموضوع موضوع تشابك بيننا بين الفقراء. طبيعي. وهذه الغرفة الثانية الذي لا فيها فرش ولا فيها بطانية ولا فيها حاجة غير هذا الطربال. يعني فوق إنك محروم من الأكل والشرب حتى النوم بطربال، ما لا في بطانيات لا في فراش لا في شيء. على أطفال الحمد لله رب العالمين أيتام، الله يفتح عليكم ويديكم. أخي هذا الوضع في البلاد هذه، احنا في منطقة جبلية لا أبواب تذكر ولا طاقات ولا شيء ولا ستائر حتى نغطي على نفسنا، ولا حتى تروح تغطي على باب. يعني الحالة رديئة جدا، واحنا أرامل داخل هذه المنطقة كل واحدة فيها اللي كفيها والحمد لله رب العالمين. شوف رمضان داخل ولا في بيتنا حاجة، لا بطانيات لا أكل لا شرب، ورمضان داخل. وأتمنى أنهم يساعدوا معنا ويتعاونوا معنا نشوف الحالة بقلوبهم قبل عيونهم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها.